زميل عزيز تركي العتمة، شكرا لكباتن الاعزاء في الاستديو وايضا للزملاء الموجودين خلف الكواليس. بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي انساتي سادتي احبائي في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت اوقاتكم بكل خير في هذا اليوم التاريخي، في هذا اليوم الكبير الذي نشاهد في الرياض هنا على مسرح الاحداث الكبيرة، استاد الملك فهد الدولي الممتلئ بالمشجعين اليوم في الرياض التي تعيش فترة رائعة جدا وأصبحت وجهة مفضلة لأهم الأحداث الرياضية. نحن وإياكم في هذه الصورة مع معالي المستشار تركي آل الشيخ، مع رئيس أيضا نادي باريس سان جيرمان ناصر الخليفي، الحاضرين في هذه المباراة الكبيرة بطبيعة الحال من أجل أن نشاهد وإياكم حدثا فريدا للغاية ويوما كبيرا للغاية. نجوم النصر والهلال أمام نجوم باريس سان جيرمان في هذه الأمسية الكروية الكبيرة التي نأمل أن تشهد حدثا أو مباراة ممتعة، وبالتأكيد كل الأنظار على أبرز نجوم العالم في هذا اللقاء بين كريستيانو رونالدو الضيف الجديد للدوري السعودي أمام ميسي في المواجهة التاريخية لأكثر من 15 سنة من التنافس بين الكبيرين الليل ونيمار. صراع المهارات، كريستيانو يتدخل أمام ليو لكن الكرة تبقى بجانب ليو، يصل كرة ليو، ليو الكبير في الليلة الكبيرة، أفضل من يحمل الرقم 10 الفائز بالمونديال. ليو يا عيني ليو، ميسي يا عيني ميسي، هدف أول لميسي، لمسة فغمزة فكرة ساحرة في الشباك بروعة. نيمار حلوة حلوة، كريستيانو رونالدو بكرة، يا إلهي في يد كيلور نافاس معالي كريستيانو، هي لز على تنفيذ هذه الكرة بيتي عرضية لكنها بعض، وكريستيانو في المتابعة، وكريستيانو مر فيها خطأ حكم، معنا هذه حكم فيها خطأ حكم هنا يا جماعة. كريستيانو بتمريرة رويس، لمسة يد لمصلحة رونالدو، احذروا من كريستيانو، لا زال يحاول المغربي تمريرة حلوة 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 حلوة، لكن وإمبابي بتمريرة خطيرة وفرصة، برافو خيبر يتدخل في اللحظة الأخيرة، في اللحظة الأخيرة خلصها بيرنات، حلوة حلوة تصل بيرنات والتمرير بصمته وبالتأكيد حضوره في هذه الليلة. طويلة اقترب سعود، عبد الحميد يبحث عن لمسة باتجاه باريجا، تغطية الوان-تو حلوة، وإمبابي بتمريرة تمام نيمار. يا الله يا سلام على إمبابي وعلى لقطاته، على فنياته، هذا لوحده حكاية. اليوم نيمار، ميسي مع نيمار، نيمار يحاول لكن برافو كايلا لويس، جوستافو رونالدو، جوستافو كرة، يا إلهي ساعتي خيبر يا لويس، طويلة الكرة باتجاه كريستيانو، الدفاع تدخل، راموس يعرف رونالدو، بابي يحاول يمر بكرة في التسلل يا كيليان، فرحة لم تكت كسالم، التورنيدو بيني رونالدو وكرة، امبابي يحاول يمر، امبابي بتمريره اماميه، برافو مارتينيز، حلوه حلوه اللقطات تصل باتجاه رونالدو، لكن الحكم بوجود احتكاك من كيلور، ضرب في هذه اللقطه، نعم امام كريستيانو، كانت اللقطه واضحه، الضرب باليد، وبعد ذلك سنشاهد ربما انذار ناس، صاروخي ماديرا، رونالدو في ملاعب المملكة من استاد الملك فهد الدولي. الله الله يا صاروخي ماديرا، رونالدو مين اللي كان يتحدى؟ وين اللي كان يتحدى؟ ألم مع
السري، لكن حارس المرمى كيلو نافاس أراد أن يسيطر على الكرة الماضية، إلا أنها تيرسل مرمى كيلو نافاس بتيرسل كرة عالية راسية. تاليسكا ماذا يفعل؟ تاليسكا والتسديد، لكن كيلو نيمار يرسل كرة طولية. يا سلام، ليو 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 تمريرة إلى تاليسكا. يا ولد الله على تسديده السريع. يتواصل الشوط في هذا اللقاء، الشوط المثير. المبابي عند الكرة، مبابي مر، مبابي التصويب، لكن هناك العويس، هناك محمد العويس حاول من جديد. كيليان كيليان كيليان، الله 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 الله. وفي ليلة حضور الأساطير، كيف لأسطورة دفاعيا لا يحضر، كيف لهذا الإسباني. ركلة ركنية، تلقى الكرة عالية، الله انسجل لكم مدافع، فأنا مدافع مسجل. جان هيونسو مدافع فريق موسم الرياض يرد على مدافع البي اس جي ويسجل هدف التعادل في ليلة ظهرت فيها الأساطير. ويا مبابي ممتازة، الله. هناك ركلة جزاء، نعم هناك لمسة يد، يريد إحراز ربع الأهداف كيليان مبابي. مبابي جول فتى المستقبل وأسطورة المستقبل هو من يسجل رابع الأهداف لفريق باريس سان جيرمان من علامة الجزاء، وضعها على السلام عليكم ورحمة الله. لم يتوقع أسطورة كرة القدم الجزائرية رابح ماجر أن يغادر يوما ما مدرجات ملاعب بلاده في الجزائر وفي قلبه كل تلك الحسرة بعد سماعه لصافرات الاستهجان من الجماهير الجزائرية عقب عرض صورته على الشاشة العملاقة بالملعب. حدث ذلك أثناء مباراة جمعت الفريق الوطني المحلي ضد الفريق الإثيوبي على أرضية ملعب نيلسون مونديلا يوم الثلاثاء ببلدية براقي بالجزائر العاصمة، وذلك في إطار بطولة كأس إفريقيا للمحليين الشان 2023 التي تحتضنها الجزائر من 13 يناير الجاري إلى 4 فبراير المقبل.